أسعد الله مساءكم بكل خير. نقاش على المباشر اليوم نتحدث فيه على المنتخب الجزائري المحلي الذي فاز بالأربعة على منتخب رواندا، أيضا المنتخب المحلي، ونتحدث أيضا على شبيبة القبائل، مستجدات جديدة لهذا النادي العريق. بالنسبة للمنتخب الوطني المحلي، فوز بالأربعة على المنتخب الرواندي، هل هذا إنجاز؟ نتحدث على ربح ماجير 3 لحد الآن، 3 طبعا تعادل أمام نيجيريا، فوز أمام أفريقيا الوسطى، وفوز مع المنتخب المحلي أمام رواندا. ماذا بعد؟ شبيبة القبائل تسيب، بحث في فائدة الرئيس، رئيس لشبيبة القبائل. معي حسين جناد، مساء الخير. مرحبا. الإعلامي، مساء الخير. مساء النور. وعبد النور حميسي المدرب والأستاذ، مساء الخير. أهلا وسهلا. مساء الخير وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا. أبدأ طبعا بالفوز بالأربعة. أبدأ معك عبد النور حميسي. طبعا فوز على منتخب رواندا، منتخب رواندا الذي يحضر للشان التي ستقام بالمغرب بإذن الله. فوز بالأربعة، 4-1، كيف تراه؟ نظن بلي كانت فرصة حقيقية للاعب المحلي حتى يثبت قدراته. كانت هذه كنا نتمناو بلي هذا التعداد اللي كان متواجد اليوم كان يكون في ولما لا في مباراة ليبيا. كانت فرصة باش نتأهلوا وحنا نشاركوا في الشان 2018. يعني ضيعنا وقت؟ والله ضيعنا وقت. من ضيع الوقت، الاتحادية أم الناخب الوطني السابق لوكاس الكراف؟ أنا نقول بلي هي أخطاء في التسيير وأخطاء في الخطأ هو مع الناخب السابق الكراس. ما دعمناش بمدرب محلي اللي كان يعرف البطولة أحسن وكان قادر يساعدوه ويعطي له اللاعبين اللي خاصة اللي يقدروا على مباراتين نتأهلوا، لأن كانت على مباراتين ضد ليبيا ذهاب وإياب كنا قادرين نتأهلوا إلى شان 2018. لهذا نظن نتأسف لعدم في الطاقم الفني اللي كان على قيادته الكراس ما كانش مدرب جزائري. لو كان في تلك الفترات كنا ربما ما نضيعوش الوقت، كنا نتأهلوا إلى شان 2018. حسين جناد، هل من خلال قول عبد النور حميسي بأنه ضيعنا كثير من الوقت بالنسبة للناخب الوطني لوكاس الكراف، تتحدث عن الناخب الوطني السابق، الآن بوجود ربح ماجير شيء مهم جدا أن يقود ربح ماجير التشكيلة المحلية؟ والله التشكيلة المحلية أنا أولا نشوف التشكيلة المحلية في الوقت الحالي، وهذا المقابلات يعني اللي نلعبوا فيهم هذا الوقت يعني واش فايدة عندهم. اولا اذا كان منتخب رواندا يحضر للشان، احنا اللي برانا نحضروا، هذه واحده. انا نظن هذه مضيعه للوقت ومضيعه للاموال. لماذا مضيعه للوقت ولماذا مضيعه للاموال؟ ساتيك للاموال لانه مضيعه للوقت. المنتخب الان اذا لم تكن مادام عندك فرصه تلعب مع منتخب من افريقيا متاهل الى الشان، الان تقدر تستفيد من بعض اللاعبين لتدعيم المنتخب الاول. اولا شوف حكيم، اذا كان نتكلموا على اللاعبين، الا نتكلموا على المنتخب المنافس، لماذا نلعبوا مع رواندا؟ اذا كان احنا واثقين من الامكانيات تاعنا، راك تلعب مع فريق مع منتخب رواندا. حكيم، رواندا ما عندهم حتى شيء. رواندا تعرف باللي بلد رواندا عندهم ملعب واحد، عندهم بطوله فيها 10 فرق، ورواندا متاهله الى الشان والجزائر غير متاهله الى الشان. التاهل نتاع رواندا الى الشان اذا كنت تحسب انت بالنتائج، لا الى نتكلموا على النتائج. رواندا كيفاش تاهلت للشان؟ رواندا تاهلت للشان بعد انسحاب كينيا. لما انسحبت كينيا، البلدان تاع الشرق وسط افريقيا كاين 5 بلدان هذوما لعبوا، يعني اختاروا واحده منهم مع اثيوبيا باش لعبوا. الاثيوبي ما كانوش يعني ما كانش همتهم هذا الشان من الاول، ما كانوش همتهم باش تاهلت هذه رواندا، باش تاهلت باش تلعب بالشان. لان رواندا هذه لو نجوا نقراو التاريخ تاع رواندا اكبر انجاز دارته في تاريخها انها في 2004 تأهلت لكأس افريقيا للامم في تونس وخرجت من كأس افريقيا. مثلا الجزائر ستلعب مع رواندا، تلعب مع كينيا، تلعب مع كل البلدان الافريقيه معنيه. انت لست بالضروره ان تتبارى مع منتخب اوروبي. لا شوف حكيم، المنتخب الرواندي لما نتكلموا عن المنتخب الف، تعرف المنتخب الالف لعبنا معهم من قبل. هما منتخب الف دائما يجيبوا اللاعبين من البلدان المجاوره نتاعهم، من الكونغو الديمقراطيه، يجيبوا من الكاميرون، يجيبوا من تنزانيا، يجيبوا لاعبين هذوما ويجنسوهم، يديروا لهم جنسيه ويلعبوهم في المنتخب الاول نتاعهم. اما البطوله المحليه عندهم يا حكيم، شوف نكونوا واقعيين. احنا عندنا في الجزائر عندنا 48 ولايه. بطوله ولائيه باش تلعب في بطوله ولائيه في الجزائر
يلزمك يكون عندك اكثر من 12 فريق في البطوله في الولايه باش تقدر تلعب بهم بطوله. وإن كان في الجزائر لا يحترم حتى في بطوله في الشقه الجزائريه، واحد من بينها الاتحاد الجزائري لكره القدم لا يحترم ايضا، غير محترم القانون. تسمح لي شيخ، رواندا عندهم بطوله اذا بدات في اول جونفي تخلص في نهايه ابريل. عندهم بطوله تستمر 4 اشهر. ليهم انت تلعب مع بلد افريقي يا حكيم ما عندهمش بطوله. انا ترى بان حسين جناد يقلل، هل الحقيقه ما يقول حسين جناد ام هو تقليل؟ حسين جناد يتكلم كاعلامي، انا نتكلم كفني. نعم. شوف كي تدخل في الميدان وتلعب مباراة ما تقدرش تجزم انك راح تفوز بتلك المباراة. جميل. لان معطيات المباراة شيء ثاني. احنا فريق الرواندي هذا في الميدان اليوم اكتشفناه، ما نحوسوش على التاريخ تاعو، مازال ما شفناش. اليوم شفنا في المباراة تاع اليوم كي شفنا المباراة شفنا باللي اللاعبين المحليين الجزائريين فوق المستوى تاعهم اكثر من اللاعبين الروانديين من الناحيه الفرديه او من الناحيه الجماعيه. لكن ما نقدروش نبداو كي نختاروا لو سبارينغ بارتنر نجموا نقولوا خلاص هذا الفريق راح يفوز. لو فاز علينا اليوم المنتخب الرواندي صحيح واش راح نقولوا؟ نقولوا واش تقولوا حسين جناد؟ فاز علينا المنتخب الا كون فاز علينا رواندا كارثه. تقدر تربح وتقدر تنفذ. يا راجل ما نتكلموش. الله تعالى من المنطقي كلام منطقي عبد النور الحديث. اسمح لي اعتقد بانه كلام منطقي. هو كتقني من حقه، يعني من حقه نستفادوا منه واش يقول. يا حكيم تعرف راك تهدر على رواندا، ثاني اصغر بلد في افريقيا. عندنا في الجزائر بلديه تصدق لا تقاس. ما عندهمش بطوله يا حكيم، ما عندهمش بطوله رواندا. عندهم ملعب واحد، توما هارو هذا الملعب هذا واش عندهم. رواندا واش عندها؟ شوف التاريخ يقول تتذكر مباراة الجزائر ضد مالاوي في كأس إفريقيا؟ نعم كنا ننتظروا بلي المالاوي تعطينا بنتيجة ثقيلة مثل هذيك النتيجة. تختلف تماما. وكانت عندنا أحسن والفريق هذاك اللي شارك هو اللي شارك في كأس العالم تقريبا تغير ثلاث لاعبين. لماذا؟ المقابلة هذيك أنا كنت في الملعب مستحيل تقدر تتنفس، مستحيل تقدر تمشي. لهذا الشيء لاعبين نزيد لك حاجة في ذيك المقابلة، لاعبين عندنا نذير بالحاج وعندنا يبدا أصيبوا بحروق من شدة الحرق والجلد تاعهم التحرق وبدا يسيلوا بالله. لهذا هذه اليوم مباراة اليوم هي فرصة لإعطاء لا محالي تعطي له تجربة إفريقية، تجربة دولية. ربما عباك بلي نعطيك حساب مثال، نعطيك تسمي مثال لاعب بوخنشوش اول مباراه دوليه بالنسبه له. بعض اللاعبين احنا حتى في فئات شبانيه نطالبوا باش يكون احتكاك مع دول افريقيه. الان نلعبوا ربما مع الموزمبيق في الفئات الشبانيه يربحوا لها 2-3 لان المستوى مع موريتانيا. حسين جناد لعبنا مع موريتانيا وفازوا علينا صحيح، وفازوا علينا وكنت من بين المنتقدين. لهذا الشيء ما الذي يتغير موريتانيا ام رواندا؟ لا حتى رواندا في الفئات الشبانيه راهم يخدموا رواندا في الفئات الشبانيه راهم يحضروا وداروا اتفاقيات مع اسبانيا واحسن اللاعبين تاعهم الشبان يرسلوهم من اسبانيا يتكونوا. مانيش نقول لك ماهمش يخدموا، انا نتكلم لك على الشيء الموجود الوقت الحالي. هذا هو الشيء اللي نتكلم لك عليه. انا كي نقول لك مثلا منتخبنا احنا هذه المقابله علاش قلت لك واش استفدنا من هذا المقابل؟ علاش ما جبناش رواندا تلعب بالجزائر؟ شكون اللي طلب يلعب؟ احنا طلبنا رواندا ولا رواندا طلبونا؟ بين ان تلعب في الجزائر او تونس. وعلاش يلعب في تونس؟ الفرق اعطيني فرق فقط. اسمح لي المقابله ما شفناهاش اصلا. كيفاش نتكلموا؟ تعطيني مبررا واقعيا ومنطقيا ان تلعب في الجزائر وان تلعب. نعم المقابله ما شفناهاش اصلا اليوم. كيفاش نتكلموا على مقابله ما شفناهاش؟ يعني الجزائر لما تلعب في البرتغال تلعب في البرتغال مع البرتغال ولا تلعب مع بلد اخر نشوفوها. هذه رانا رجعنا للسبعينات والثمانينات كي كان المنتخب الوطني ديبلاسي لافريك يلعبوا ماتش ومن بعد الماتش واش يصرى يجيبوا الكاسيطه تاع الماتش معاهم يومين 3 ايام باش يشوفوها. حتى في الاتحاديات السابقه كنا نلعب مع منتخبات في فرنسا لا تبث المباراه. لا هاني نقول لك يعني نقول لك رجعنا للماضي. في السبعينيات لم تقل لي منذ سنوات فقط. مو يكون نلعبوا منذ السبعينيات لعبنا مع مباريات لعبنا المنتخب الجزائري لعبنا في فرنسا مع مباريات لم تبث اصلا. لعبنا مقابلات تطبيقيه ربما قبل كاس العالم لم تبث اصلا مع انديه. علاش نغطوا؟ اسمح لي حكيم لازمش نغطوا الشمس بالغربال. شوف كي تكون حاجه مليحه نتمنوها ونقولوا هذه حاجه حسنه، وكي تكون حاجه سيئه وما تخدمش كره القدم الجزائريه احنا اول المنتقدين. شوف نذكر الاعلام الرياضي ونذكر الجماهير الرياضيه لحقنا ولعبنا مباراه ما بين
منتخب الجزائري ألف ضد منتخب باء في ملعب 5 جويلية. على السبب لأن المنتخب الكاميروني في آخر لحظة داروا إضراب ما جاوش. لكن الأقلام ما كلمت والناس ما دارش الانتقال. لا الآن أنا الانتقال كبير. هذا الانتقال بصح أنا كي نشوف عبيد اليوم تجيه فرصة، ونشوف شافاي تجيه فرصة، ونشوف بعض اللاعبين تجيه فرصة باش يثبت للناخب الوطني ويثبتوا باللي رانا هنا تقدر تتكلى علينا. نظن انا نقول بلي هذا شيء ايجابي، رغم ان مستوى المنتخب الرواندي ضربناه بربعه ولا بخمسه ولا بسته. المهم الاحتكاك، المهم اعطاء فرصه للاعب المحلي حتى يثبت الذات تاعو. انا نظن كذلك الخطا لو يكون خطا لو الناخب الوطني ضد المنتخب الايراني او المنتخب البرتغالي، هنا نوافقك، ما يعتمدش على بعض اللاعبين المحليين. هنا حقيقه نقول لماذا ما عطاش الفرصه، لان رانا شفنا بلي مباراه اليوم لاعب عبيد سجل اهداف. شافعي لو كنا نادوا به شافعي باش يلعب في المحور الاول من زمان بالضبط. احنا معليش الان نفس الطاقم الفني موجود في المنتخب الاول موجود في المنتخب المحلي، حتى جابوا ايضا حتى جابوا. هذه فرصه مليحه للاعبين، حتى كذلك من ناحيه نتكلموا تسمح لي نتكلموا على جابو، نتكلموا على شوشي مثلا. هذو اللاعبين رانا نحضروا فيهم المستقبل. جابوا شوشي المستقبل تاعهم وراهم. جابوا شوشي اذا كان عندهم مكانتهم في 2018 نهايه 2018 لما راح نلعبوا التصفيات الفريق الاول، هذاك مباشره نجيبوا لعبوا في الفريق الاول. انت اليوم شوشي راهو داخل في 34 سنه، كي نحضروه ل 2019 واش نزيدوا حنايا؟ واش نستناو من الشوشي 2019؟ الشوشي دار ثوره في كره القدم عندها 10 سنين. ما نوافقش حارس مرمى يكون عنده يونيجين دو في يقدر يروح ابعد سن. شفنا في كره القدم العالميه، شفنا حراس مرمى بوفون بليجين دو في تاعو، شفنا حتى اعتزل عربيا حتى الحضري راح يشارك في بطوله كاس العالم. احنا خاصه حارس مرمى ما نتكلموش عليه، ربما جابوه حقيقه، ربما في السنوات اللي بصح جابوه نشوفوا باللي ربما في التصفيات راح يكون عنده دور، لكن ربما في النهائيات ما يكونش عنده دور. جميل. هذا هو الشيء اللي لازم حتى اخرج من هذه النقطه. اللاعبين لعبوا بهم التصفيات، نعم، لكن في الدورة النهائية نعتمدوا على لاعبين أكثر. جميل. حتى أخرج من هذه النقطة واختيار رواندا، لعبنا في تونس أو لعبنا في الجزائر كل له رأيه. هل حسين جنات هذه هي التشكيلة الأفضل أو الأسماء الأفضل، قائمة 21 لاعبا الأفضل بالنسبة للجزائر محليا؟ ما باش تقول افضل ما نقدرش نقول لك الافضل، لان حتى المدرب حتى ربح مجره يقول لك كاين لاعبين اخرين راح نستدعيهم. انا ما باش نقول لك هذه هي الافضل، انا نظن باللي كاين لاعبين اخرين اللي يستحقوا باش يكون عندهم مكان. ما رايك في تصريح رئيس شيبه الثوره زرواطي الذي قال بانه يطلب ان لا يستدعي لاعبي شيبه الثوره لانهم سابقا لم يضعوا فيهم الثقه، وبالتالي لا تستدعي لاعبين، وبالتالي حتى الناخب الوطني استجاب للامر. ما رايك في استجابه ناخب وطني لموقف رئيس فريق؟ انا نظن زرواطي غلط وماجر غلط في هذه، لان اللاعب لما يلعب في الثوره ولا يلعب في المولوديه ولا في عنابه واش يحوس باش يبرز ويلحق المنتخب الوطني. انت اليوم كيفاش؟ انا نظن حتى زرواتي قالها في لحظه غضب، لانه لو كان لحقوا استدعاء تاع اللاعبين تاعهم واش راح يمنحهم؟ اللاعب الامل تاعو يلعب في المنتخب الوطني. موقف ربح مجر ولم يستدعي اي لاعب، موقف يعني مشى في الخط تاع زرواتي. من المفروض ما تمشيش في الخط تاع زرواتي، انت بين له باللي انا نستدعي اللاعبين تاعك، واذا كان انت رفضتهم تبقى انت تتحمل المسؤوليه. عبد الحميد، انا ترى بان اي ناخب وطني، لا ارى بان ناخب وطني يرفض يستدعي لاعب مميز مثلا في ناديه. شوف انا نقول لك ربما هذا الخطا يعود الى لا يوجد تنسيق. كان قبل ما يستدعوا لاعبين محليين حنا شوفنا نسينا نعطوا الحلول ونقدموا الامام. كان مدربين النخبه الرابطه الاولى والثانيه نظن باللي قبل ما تجي مباراه رواندا كان لازم تكون اجتماع تنسيقي ما بين الطاقم الفني للمنتخب الاول والثاني. ارجو ان تحسن لي في حديث بعد اذان صلاه العشاء باذن الله. ربي يتقبل. مشاهدينا الامين ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، نذهب لاذان صلاه العشاء حسب توقيت الجزائر العاصمه وما قربها من مدن. مرحبا بكم مشاهدي الافاضل من جديد الى نقاش على مباشر في جزئه الثاني. نحن نتحدث عن المنتخب الجزائري لكرة القدم والفوز بالأربعة على منتخب رواندا. أتحدث عن المنتخب المحلي في المباراة الودية التي احتضنها ملعب المنزه بتونس 4
لواحد الرباعية التي سجلها الشافعي في مناسبتين، وأيضا بوقلمونة، وأيضا لاعب شريف قسنطينة عبيد. 4-1. سنتحدث أيضا في الجزء الأخير عن شبيبة القبائل، المسجلات الأخيرة بالنسبة لهذا النادي. حسين جناد الإعلامي وعبد النور حبيسي المدرب والأستاذ، مساء الخير لكما من جديد، بكما من جديد. طبعا أتي إليك طبعا عبد النور حبيسي من ناحية فنية، من خلال التشكيلة المدرجة لرابح ماجر. نحن نتحدث على شوشي من مودية الجزائر، عروس من بارادو، بن موسى، شافعي، بوهنا، بالخير، وبو خنشوش، عبيد، لاكروم، الملالي، وجابو. من خلال التشكيلة الأساسية يظهر بأنه المدرب يلعب 4-2-4 هكذا، ولا 4-4-2، تصميم هجومي. بالضبط، التشكيله اللي دخل بها عندها نزعه هجوميه، ونظن باللي حتى هو ما كانش. هل الرسم التكتيكي، عفوا على المقاطعه، الرسم التكتيكي يرسمه المدرب على حسب اللاعبين اللي عنده، على حسب قدرات اللاعبين. عندك لاعبين اللي يلعبوا في الرواق، تستعمل خطه تلعب على الاروقه. عندك زوج مهاجمين راس حربه اللي يقدروا يعطوا الاضافه، ووراءهم لاعبين يروحوا للامام، تقدر تغير طريقه اللعب. لكن حتى النظام القاعدي لو تكون عندك اون سوبريس تكتيك، معناتها مرونه تكتيكيه، لاعبين يقدروا يتاقلموا في كل، يكونوا دي فاريونت، معناتها متغيرات في نظام اللعب، خاصه في الحاله الهجوميه ولا الحاله الدفاعيه. لكن الان باش نقولوا بلي كاين ثبات في نظام اللعب، ما كانش فيه ثبات، لان النخب الوطني عطى فرصه لاعبين واحد اخرين دخلوا في الاشواط 4 لاعبين مقارنه بالتقنيه الالمانيه لمنتخب رواندا ل6 لاعبين. لهذا نظن ما نقدرش نتكلموا على نظام اللعب حتى نشوفوا المباراه كما بحثيتها ونديروا تحليل تاعها الفني. لكن نعود على واحد النقطه تكلمت عليها، نعم. هي اللقاء التنسيقي اللي يكون ما بين الطاقم الفني للمنتخب الاول مع مدربي في قضيه رئيس شيبه الثوره زرواطي. بالضبط، حتى نحبسوا التاويلات حتى نعملوا في محيط هذا. نظن النساء اللقاء التنسيقي هذا راح يحط النقاط على الحروف. اخر الاخبار تقول بان رابح ماجر رفض طلب رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم خالد نزاتشي في عقد اجتماعي مع مدربي المنتخب الرابطه الاولى والثانيه من اجل على الاقل اثابه الجديد حول هذه النقطه واختيار اللاعبين. بالضبط، نظن باللي لازم يكون لقاء تنسيقي حتى نوحدوا الرؤى، حتى كذلك ما ننساوش بلي هادو اللاعبين المحليين راهم يتقاضوا اموال وعندهم عقود كمحترفين بين قوسين مع النوادي تاعهم الجزائريه، وهما في خدمه النوادي تاعهم. لكن انا ترى بان الناخب الوطني، اي ناخب في العالم، ليس مجبرا بان يعقد اجتماعا مع رؤساء الرابطات او مدربي الرابطات حتى ليبرر اختياراته. لا ما هو استبرير، ما لازمش يبرر. احنا الهدف تاعنا هو النهوض بكره القدم الجزائريه. جميل. شوف، لازم نقلعوا على دي فوندامونتو ولا على اسس متينه. صحيح. نعم. لو ما يكونش كعمل تنسيقي وما يكونش عمل تشاوري وما يكونش توحيد في الرؤيه، يبقى دائما تاويلات. لو كانت هذا اللقاء التنسيقي نظن باللي رئيس النادي الزرواطي ما يتكلمش بهذا الشيء، لان المسؤوليه اوليو يتكلم رئيس النادي، يتكلم مدرب منتخب الثوره، مدرب نادي الثوره. ما يتكلمش الرئيس. نعم. لهذا نظن باللي اللقاء التنسيقي كان ينقص علينا بزاف هذه الامور وحتى نمشيو الامام. جميل. حسين. نعم. اذا كنت تتذكر غوركيف لما جاء اول شيء داروا انه دار لقاء مع مدربي انديه القسم الاول والثاني، كان دار معهم اول اجتماع. نعم. جو المدربين، ولكن ثاني اجتماع كانوا ما جاوش. يعني هنايا نشوفوا الخلل من المدربين. اليوم رابح ماجر ربما المدربين رئيس اتحاديه باش راهو حب يكون هذا اللقاء، ربما كاين تشاور، ربما ماشي مع الانديه. اذا كان هما قبلوا والناخب الوطني يرفض هذا الشيء، تشوف هنا راهو خلل. هنا خلل. حسين جناد قبل المواجهه ماجر قال بان المواجهه مهمه جدا، خاصه بالنسبه للاعبين المحليين، لان فلسفتنا تلزمنا على ضروره الفوز بها. يعني هل فلسفه التحضير للمنتخب الاول بهؤلاء اللاعبين؟ والله انا كلامي ما زدتش فيه. انا نقول لك، يعني انا نشوف هذه المقابله، لانك انت عندك المنتخب الاول راح يلعب حتى سبتمبر، يعني تقريبا سنه باش راح يلعب. مارس مباراه وديه. خلينا مقابله وديه. المقابله الوديه صح كاين في مارس وكان في جوان مقابله ربما تكون مقابلات اخرى، ولكن انا نظن باللي يعني اذا كان هذا اللاعبين
تحضر فيهم. انا علاش قلت لك وعلاش ما نلعبوش في الجزائر مثلا؟ على الاقل نشوفوا هذا اللاعبين، على الاقل او في بلد افريقي هو تكلم. المهم ان يراهم الناخب الوطني. لا يراهم، معليش، هو تكلم اذا تتذكر رابح ماجر، وقال نلعب مقابلات وديه مع منتخبات افريقيه في افريقيا باش اللاعبين يتعودوا على. اذا كانت رواندا هي من طلبت ربما ان تلعب في تونس، اكيد هما اللي طلبوا. علاش؟ لانهم رايحين يلعبوا مع ليبيا في نهائيات الشان هذه، رايحين يلعبوا مع ليبيا، وليبيا لعبت معنا هي اللي قصاتنا. نظن هما اللي طلبوا. هذه هي. هما شافوا بلي ربما خصائص اللعب بالمنتخب الليبي تشبه لخصائص اللعب بالمنتخب الجزائري. صحيح. وما ننساوش بلي هما كذلك كانوا نظموا وخططوا باش يكون معسكر خارجي بالنسبه للمنتخب الرواندي في تونس. اذا كانت فرصه بالنسبه للجزائر باش تلعب مباراه وديه كما يقولوا للمنتخب المحلي. ونظن باللي كي تكون عندك اون اوبورتونيتي مثل هذه استغلها او ماكسيموم. حسب ماجر عبد النور حبيسي، حسب ماجر مواجهه رواندا بمثابه الفرصه المواتيه طبعا لمحلي الخوض لاثبات قدراتهم على اللعب في المنتخب الاول. ما لازمش تكون غير مباراة رواندا. أنا قلت لازم تزيد تعطيهم فرصة. صحيح. ضد المنتخب الإيراني وضد المنتخب البرتغالي. لهذا نظن هي بداية. حتى أمام البرتغال تعطي لهم فرصة. نعطي لهم فرصة لعدد من اللاعبين أم جميع اللاعبين؟ ماشي جميع اللاعبين، لاعبين مميزين اللي تشوفهم باللي مستوى تاعهم يقدر ينافس. صحيح. اللاعبين اللي نجيبوهم من اوروبا، اللاعبين الجزائريين اللي يكونوا يشاركوا في البطولات الاوروبيه. هي مقابله ايران ولا مقابله البرتغال، احنا فاش نستفادوا منها؟ راح نستفادوا منها انها تفيدنا لما تبدا التصفيات. هذه هي لما تبدا التصفيات. انت اذا كان هذا اللاعبين اللي لعب بهم اليوم راح تستغلهم كي تبدا التصفيات، كما راه يقول لك الشيخ منا، من المفروض تعطيهم الفرصه في المقابلات. يعني انت الان قد تقع في تناقض حسين جنات، لانه اللاعبين، سامحني حتى اقول لك، لانه اللاعبين الان عبد النور حميسي يقول لك مهم جدا لما يكون عندك ابرز اللاعبين الان الذين يلعبون مع المنتخب المحلي تستغلهم مع المنتخب الاول في مواجهتي ايران والبرتغال. انت قلت لي غير مهمه تماما هذه. انا نقول لك عن مهمه، ولكن انا نتكلم قلت لك على جابو وعلى شوشي. اعطيتك مثال بجابو وشوشي مثلا. استثناء. انا بالنسبه لي انا نشوف جابو وشوشي في المنتخب الاول اليوم. جابو وشوشي يعرفهم العام والخاص. انا اوليو باش نعطي اليوم فرصه باش نشوف جابو وشوشي، انا نشوف بانه كاين لاعبين اخرين. مثلا لو شفنا شكون اللي كان في المنتخب الاولمبي، كان مثلا شعال، نزيدوا نشوفوا احسن شعال، نشوفوا الحارس المساوي مثلا تاع بارادو. لما لا؟ لانه كان قبل ما يجي ماجر كان في الفريق الاول. طبعا نعم. عبد الحميد، باش نتكلموا على حراسه المرمى. شوف نظن باللي هذاك لو بوست حساس بزاف. لازمنا لاعبين غروند ماتوريتي، نضج كبير، وعندهم مباريات دوليه كبيره في القفاز. فهمتني؟ صحيح. واللاعبين اللي عندهم هذوك الكريتير كان زوج، كان شوشي وكاين زيماموش. ومبولحي ما راهوش يلعب كثير خير منهم، لكن الان حان الوقت باش نعطوا الفرصه لشوشي ونعطوا زيماموش لم يستدعى او استدعي ورفض، الله اعلم. مش مفروغ منها. مش هو ما حبش يلعب. لكن كي تشوف انت كي تقوم بالتقييم تاعك وتشوف في الحراسه المرمى شكون اللاعبين الحراس اللي يقدروا يعطوا الاضافه للمنتخب الاول، تشوف بلي كاين شوشي وكاين. لكن الشيء اللي لازم نتاكدوا منه بلي لازم هذو الحراس كي يكونوا في المنتخب الاول لازم يثبتوا نفسهم. ماشي نجيبك باش نجيبك باش تعطي الاضافه. هذيك لازم دوك نهضروا بالروندمون، نهضروا بالمردوديه. صحيح. الان ما لازمش نهضروا بالجانب. عطيت لك فرصه نعم، لكن الان لازم يثبت الذات تاعو، يثبت الجداره تاعو. صحيح. بالاستدعاء مستحق. سنذهب في الجزء الثالث طبعا لرابح ماجر. ثلاث مباريات بالنسبه لرابح ماجر سنتحدث عنه، ثم الى شبيبه القبائل بعد هذه الفواصل. مرحبا بكم مشاهدي الافاضل من جديد. الجزء الاخير من برنامجكم نقاش على المباشر، نتحدث على فوز المنتخب الجزائري المحلي على منتخب رواندا بالأربعة. هل هو انجاز؟ الان نمر الى رابح ماجر 3 دون خطا. حسين جناد،
هل تعتبر مسيرة لحد الآن لبح ماجر موفقة؟ على الأقل بدأت أمام نيجيريا هدف لهدف، ثم تعاد فوز على إفريقيا الوسطى، لأننا كنا نتحدث في الكواليس على بعض الأمور، لأنه اليوم قضية الزميلي ستظهر من المفروض في المغرب، هكذا حسين جنان لحد الآن لم تظهر. لا ربي يستر طبعا الاتحاد الجزائري لكرة القدم. طبعا ربح ماجر 3 دون خطأ، كيف ترى؟ احنا نتمنوا يعني يبقى غير يحقق غير في الانتصارات يعني في انتظار الأهم طبعا. طبعا احنا هذا الشيء يعني هذا الشيء راه مقابلات وديه درك يعني هو كي في الاول لما استلم مقاليد المنتخب الوطني يقول بان لوبجيكتيف هو الدومي فينال كوب دافريك دي ناسيون 2019. درك يعني احنا نتمنوا نتاهلوا اولا لكاس افريقيا الامم، لان المهمه لن تكون سهله رغم ان المنافسين صح يعني ماهمش من العيار الثقيل، ولكن احنا ان شاء الله بربي تسقم الامور ليسوا من العيار الثقيل حتى بما تعتبره حتى نيجيريا كاسم. لا نيجيريا تعادلنا معهم طبعا، تعادلت ثم فزت على البساط ثم فزت امام افريقيا فزنا على البساط، ولكن نيجيريا ما تنساش باللي اسبوع من بعد لعبوا مع الارجنتين 12 لاعب اللي ما كانوش هنا معنا في قسنطينه يعني. ولو هذه على كل حال عبد الله الحبيسي كيف ترى 3 دون خطا بالنسبه لربح ماجر؟ هم فازوا على الارجنتين لانهم لعبوا التشكيله الاساسيه 3 دون خطا طبعا، ثم بعد ذلك ننتظر الاهم في المباريات المقبله. نقولوا العبره بالخواتيم، العبره نظن باللي هذه كبدايه مليحه من الناحيه المعنويه، لاعبين حتى الطاقم الفني باش يخدم افيك اون سيرينيتي، يخدم في هدوء، لكن احنا ننتظروا الاحسن والافضل مستقبلا. لهذا لحد الان في استراتيجيه واضحه بالنسبه على الاقل بالنسبه للطاقم الفني اتحدث. بالنسبه للناخب الوطني نظن باللي عنده فيدوروت وراه يطبق فيها، لكن نتمنى ان هذه لافي دوروت اسرى بيان باليزي، معناتها ما لازمش نطيحوا في اخطاء، خاصه الهدف كما قال حسين هو نهائيات كاس افريقيا. نتمنى باللي لابلان التخطيط هذا اللي راهو يقوموا به الطاقم المنتخب الاول يوصلنا للنهائيات في هذيك لو مومون نكونوا مستعدين 100%. حسين جناد، هل في استراتيجيه واضحه بالنسبه للطاقم الفني، لا اتحدث على ربح ماجر بمفرده، للطاقم الفني قبل مواجهتي ايران والبرتغال باذن الله، مباراتين قويتين امام منتخبين متاهلا الى كاس العالم بروسيا؟ هو الناخب الوطني راه يقول عندي استراتيجيه عمل. استراتيجيه العمل دوك نشوفوها في المستقبل، نشوفوا في شهر مارس التشكيله اللاعبين اللي راح يستدعيهم، ونشوفوا اللاعبين اللي لعبوا اليوم من رواندا وشحال من لاعب راح يكون في التشكيله اللي راح تواجه. حقيقي مواجهه ايران طبعا يعني مقابلات هي بحكم التجربه، يعني كنا كل مره نكونوا ماشيين المونديال نديروا مقابلات كبار يعني، ولكن الان احنا ماناش ماشيين للمونديال، يعني احنا هذه المقابلات راح نستغلوهم تحضيرا لمقابلات تاع شهر سبتمبر. تحضيرا المقابله شهر يعني سبتمبر بلات، يعني كما تكلمنا قلنا هذا اللاعبين يلزم يعطيهم فرصه، حنا نزيدوا ناكدوها يلزم يعطيهم فرصه في المقابله تاع البرتغال، في المقابله تاع نتاع ايران. جميل. خليني نمر الى الجزء الاخر بالنسبه اضافه نظن باللي من شهر سبتمبر مباراتين وديتين نظن غير كافي قليله من الناحيه المنهجيه. انا يقول يعني ممكن يكونوا مقابلات يعني مقابلات اخرى، نظن مقابلتين اثنين على حسب لي دات فيفا نظن غير كافيتين باش نكونوا متحضرين 100%، خاصه للنهائيات. طبعا كراي فني طبعا مهم جدا باحتساب مباريات التصفيات. نحب نتحدث الان على شبيبه القبائل، بحث في فائده